احكي موقف صار يلا. فاليوم رحت للسودان، حفله بالسودان، فاستضافوني التلفزيون السوداني. زين؟ ايه التلفزيون هذا البرنامج كان على الهواء اسمه مساء الخير. مباشر، بث مباشر. اثنين مذيعين قاعدين 10 دقائق طالع وادي الرافدين ودجله ومعالم بغداد وكذا. المهم بلش البرنامج. نرحب بالفنان القادم من وادي الرافدين الى وادي النيل، الفنان العربي المتألق جمعة العربي. اهلا وسهلا. جمعة العربي. اهلا وسهلا. انا وعودي وياي طبعا كالعاده قاعد. قال لي استاذ حابين نسالك سؤال، يقولون اني الفنان كاظم الساهري يقلد عبد الحليم حافظ، شو رايك بهذا؟ بعدنا كل شيء ما حاكي. راني وين بالموضوع؟ ايه قلت له ماكو اثنين يختلفون، انه عبد الحليم صاحب ارقى احساس، ولكن ملكه كاظم الساهري عنده ملكه التلحين والكتابه، فماكو يعني. قال طيب الثاني من هناك قال طيب استاذ سؤال اخر لو سمحت، يقولون لولا نزار قباني ما كان كاظم الساهري يشير بهذا المستوى. قباني. اي قلت له شلون بالله لازم على الهواء. قلت له لا مو صحيح هذا الكلام، ودليل انه انا وليلى من ارقى ما غنى كاظم الساهر، ولكن هي كلمات حسن مرواني عراقي، شاعر عراقي. قال شكرا استاذ والله اجابتك كلها مضبوطه، احنا نروح الفاصل الاعلاني ونرجع للاستاذ جمعة العربي. راح بالاستراحه قال لي استاذ احنا بنهايه البرنامج شو رايك نطلع اغنيه لكاظم الساهر؟ انا شنو ما ربط؟ قلت له زين انا ايش وقت اغني؟ قال انت ما غنيت؟ قلت له لا والله. غير تخلص هاي السالفه، غير ينتهي الموضوع. قال احنا اسفين احنا اخذنا من وقت الاستاذ جمعة العربي، يا ريت تسمعنا زيديني عشقا للاستاذ. قلت له لا انا عندي اغاني مالتي بدي اغني اغنيه من مراتي. قلت له الجمهور ما تعرف علي بصراحه. قال اخر شيء بالبرنامج قال والله على قول الفنان كاظم الساهر استعجلت الرحيل ورحلت بجرأة ولد، احنا نستودعكم